مباراة جديدة قدام خصم جديد في منافسات الدوري. خصمنا المرة دي هو نادي انبي. المباراة دي تحديدا على الورق ممكن ناس كتير جدا منكم تشوفها سهلة، وإنما على أرض الواقع فلا، المباراة دي واحدة من أهم ماتشات الموسم كله، لأن ببساطة كده عزيز زملكاوي الفوز فيها ممكن يقربك خطوة كبيرة جدا من الهدف الأكبر ليك، وهي بطولة الدوري، خصوصا يعني بعد هزيمة الأهلي قدام طلائع الجيش. وده اللي خلى الزمالك عنده فرصة ذهبية إنه يوسع الفارق ويوصل لست نقاط كاملة لو إن شاء الله قدر يكسب نادي إنبي. يعني المباراة اللي كانت مهمة دلوقتي بقت أهم بكتير جدا، وعشان كده لازم الزمالك يدخل المباراة دي وهو فاهم كويس جدا طبيعة المنافس اللي قدامه. إنبي مش فريق بيلعب كرة ممتعة أو بيعتمد على الاستحواذ وبناء اللعب الطويل، بل بالعكس هو فريق واقعي جدا، وفريق بيعتمد في الأساس على التنظيم الدفاعي والانضباط جوه الملعب. بيحاول قدر الإمكان إنه يخطف المباراة من خلال التحولات السريعة أو من خلال أخطاء الخصم اللي قدامه. أول نقطة قوة واضحة عند إنبي هي التنظيم الدفاعي. الفريق بيعرف يقفل المساحات بشكل كويس جدا قدام منطقة الجزاء، واللعيبة بتتمركز بشكل ممتاز وبتحاول تمنع أي اختراق مباشر للمرمى، وده باين جدا في أرقامهم الدفاعية، لأن الفريق استقبل 15 هدف بس في 18 مباراة، وده يعني رقم كويس جدا ويعرفك قد إيه إن الفريق بيعرف يدافع كويس وبيصعب المأمورية على أي فريق بيقابله. مدافعين إنبي دايما هتلاقيهم بيلعبوا السهل الممتنع، مفيش مخاطرة ومفيش لعب زيادة عن اللزوم. أول ما الكرة بتوصل لمنطقة الخطورة بتتشال على طول أو بتتشتت، وده بيخلي اختراق الدفاع بتاعهم يعني مش سهل زي ما حضرتك متخيل. عشان كده الزمالك لازم يكون ذكي في طريقة الهجوم بتاعته. الاعتماد على العرضيات العالية التقليدية ممكن يكون في صالح إنبي، لأن دفاعهم متكتل وجاهز يتعامل مع الكرات دي بكل سهولة. الأفضل بالنسبة لي إن الزمالك يلعب على العرضيات الأرضية أو الكرات اللي بتبقى ورا المدافعين، لأن ارتدادهم البدني مش سريع، وده ممكن يخلق مساحات لو تم استغلالها بالتحركات الصح. تاني نقطة قوة عند إنبي هي التحولات الهجومية السريعة. الفريق بيعتمد جدا على انه يدافع الاول وبعدها يطلع بهجمة مرتدة سريعة. يعني ممكن تلاقي الفريق كله متراجع واول ما يقطع الكورة يطلع بسرعة جدا ناحية مرمى المنافس. النوع ده من اللعب ممكن يسبب مشاكل لو الفريق المنافس كان عنده اندفاع زيادة عن اللزوم، وعشان كده لازم مدافعين الزمالك يبقوا مركزين كويس جدا، ما يندفعوش بشكل مبالغ فيه لقدام. لازم يبقى فيه توازن في التحركات. كمان لازم الأظهرة تبقى جاهزة كويس جدا إن هي تعمل التغطية العكسية طوال المباراة، وده عشان تقدر تقفل المساحات اللي إنبي ممكن يستغلها في الكرات الطويلة. كمان من الحاجات اللي إنبي بيعتمد عليها بشكل واضح هي الكرات الثابتة. الفريق بيحصل على متوسط يعني 5 ركنيات في المباراة، كمان عدد كبير جدا من المخالفات في كل مباراة، وده بيخلي الكرات الثابتة سلاح مهم جدا بالنسبة لهم، خصوصا إن هم سجلوا حوالي 10 أهداف من المتابعات والكرات المرتدة جوه منطقة الجزاء. وعشان كده لازم يبقى فيه مراقبة من المدافعين بتاعت الزمالك للاعيبة إنبي القريبة من منطقة الجزاء، ولازم يبقى فيه تركيز عالي جدا في الرقابة وقت الركنيات والكرات العرضية أو الكرات الثابتة. وبرغم التنظيم الدفاعي ده كله إلا إن إنبي عنده شوية مشاكل ممكن الزمالك يستغلها لو لعب بذكاء. أول مشكلة واضحة عندهم إن إنبي مش هو الفريق اللي يقدر يطلع بالكرة بشكل سليم لو اتضغط عليه ضغط عالي. يعني نقدر نقول ان الفريق ده اول ما بيتضغط عليه ضغط عالي بيغلط كتير وبيفقدوا الكرة بكل سهولة، وده معناه ان الضغط العالي ممكن يكون سلاح مهم جدا للزمالك في المباراة دي. اول ما الكرة تضيع من الزمالك لازم يبقى فيه ضغط سريع لاسترجاعها، لان الاخطاء اللي بيعملها لاعيبة انبي ممكن تديك فرصة مباشرة للتسجيل. كمان اطراف انبي مش قوية بالشكل الكافي لا دفاعيا ولا هجوميا. الفريق مش بيعتمد كتير على التسديد من بره المنطقة، وبالتالي لو الزمالك قفل العمق كويس وخلاهم يلعبوا على الأطراف فرصتهم في التسجيل هتقل بشكل كبير جدا. كمان من المشاكل اللي بيعاني منها نادي إنبي هي انعدام الرقابة في التحركات اللي ما بين الخطوط. المدافعين بيميلوا أكتر إن هم يبقوا واقفين جوه المنطقة ثابتين، وهنا بقى يا معلم ممكن جدا يظهر دور لعيبة زي اخوان بتزيرة أو ناصر منسي أو عدي الدباغ. التحركات الذكية بينهم وبين خط الوسط ممكن تفك التكتل الدفاعي الإنبي وتخلق كمان مساحات قدام المرمى. اللعب بين الخطوط والتمريرات السريعة ممكن يبقى مفتاح مهم جدا في المباراة دي. ولو خرجنا بقى شوية كده من التحليل الفني وبصينا لطبيعة المباراة ذات نفسها،
فدي واحدة من الماتشات اللي مش محتاجة كلام فني او كلام تحليلي في المباراة، على قد ما هي محتاجة لعيبة عندها روح ورجولة وتركيز طوال ال90 دقيقة. وفي نقطة تانية مهمة جدا ممكن الزمالك يستفاد منها، وهي غياب الظهير الايسر الاساسي مروان داوود لنادي انبي، بديله لاعب ناشئ خبرته قليلة، ودي ممكن تبقى ثغرة واضحة جدا للزمالك لو اشتغل عليها كويس طوال المباراة. ولكن اهم حاجة في المباراة دي ان الزمالك ما ينفعش ينجرف للرتم السريع. انبي فريق اصغر مننا واجهز بدنيا مننا، مباراته مش مضغوطة زي الزمالك، عشان كده الافضل ان الزمالك يلعب برتم هادي شوية مع تركيز عالي جدا واستغلال نقص الخبرات عند فريق انبي. تعال بقى كده عزيزي الزملكاوي نتكلم شويه عن التشكيل المتوقع والانسب من وجهه نظري، ولكن قبل التشكيل اتمنى من حضرتك لو وصلت لحد هنا من الفيديو فتعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه لو حضرتك اول مره تشوفني. كمان اوعى تنسى تتوقع نتيجه المباراه دي في الكومنتات، عشان اللي بيتوقع النتيجه صح اسمه بيظهر في الفيديو اللي بعد المباراه على طول ان شاء الله. طيب بسم الله. مبدئيا انا شايف ان المهدي سليمان لازم يستمر في حراسه المرمى، قدامه الرباع المعتاد بتاعنا. معرفش بصراحه اذا كان الونش هيرجع في المباراه دي ولا لا، بس ايا كان الرباع بتاعنا محمد ابراهيم على الناحيه اليمين، محمود بنتاج ناحيه الشمال، 2 سرد باكات محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، قدامهم احمد ربيع او يوسف وائل. يوسف وائل يا جماعه لازم يكون متواجد على دكه البدلاء في المباراه دي تحديدا. معرفش بصراحة بيتم استبعاده ليه. قدامهم 2 محاور، احمد فتوح وادم كايد، وما تنساش ان انت عندك عبد الله السعيد ومحمد السيد على الدكة، يعني 2 مهمين جدا تواجدهم في الملعب. انما بقى بالنسبة لصانع الالعاب فهو اخوان بتزيرة قدامه، ومهمة جدا 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 دي 2 مهاجمين، عدي الدباغ وناصر منسي، او ممكن تريح ناصر منسي في المباراة دي وتلعب مكانه سيف الجزيري عادي جدا. ولو مش عايز تلعب ب2 مهاجمين وتلعب بمهاجم واحد بس، فاعتقد ان الطبيعي والمنطقي دلوقتي انك تلعب بعدي الدباغ. ناصر منسي بقاله كتير جدا بيشارك واكيد مرهق بدنيا جدا، يعني بقاله كذا ماتش بيلعب ال90 دقيقة كاملة، فاتمنى يعني ما نحاولش ان احنا نجهده اكتر من كده عشان ما يتصابش مننا. مباراة زي دي باذن الله ممكن تبقى نقطة تحول في الموسم كله بتاعك، مباراة ممكن تقربك خطوة كبيرة جدا من حلم الدوري. عشان كده لازم الزمالك يدخل المباراة دي بهدف واحد بس، الفوز ثم الفوز ثم الفوز. اتمنى يا جماعة ان الزمالك وللأول مرة الموسم ده يستغل تعثر الاهلي. يمكن الاهلي تعثر كتير جدا في الفترات اللي فاتت واحنا ما كناش بنستغل التعثرات دي وكنا بنتعثر زيه، فاعتقد ان الفرصة جات لنا اهي، وما اعتقدش يعني بصراحة ان هي ممكن تتكرر تاني. اتمنى ان الزمالك يمسك في الفرصة دي بايده واسنانه وما يعديهاش من تحت ايده. اتمنى من لعيبة الزمالك ان هم ينزلوا المباراة دي بنفس الروح والرجولة اللي كانوا بيلعبوا بيها في الفترات اللي فاتت. ما تنساش عزيزي الزملكاوي تتوقع نتيجة المباراة دي في الكومنتات. كان معكم ادي هشام، مع السلامة.